أول يوم من سفرتنا والحماسة تقرأ ألف، شلنا جنطنا وكل الشغلات اللي محتاجيها وانطلقنا من هلسنكي على الباخرة إلى أستونيا. اللي ما عايش بهلسنكي راح أسولف لكم شوية على طريقة تنقلنا. هنا إذا حبيتوا أن تروحون لأستونيا لازم تأخذون باخرة. طبعا أكو طريق بري بس يكون أطول، بس على مود نختصر الطريق بالباخرة ساعتين نوصل بها لأستونيا. وبما أنه إحنا قررنا أنه نسافر بالسيارة فأخذنا السيارة بالباخرة، وحقيقة كانت شغلة كلش مريحة. حاطين غراضنا بيها ونزلنا من السيارة بس شايلين تليفوناتنا وطلعنا على سطح الباخرة واستمتعنا بالمنظر. طبعا أنا التليفون نهائيا ما لزمته، بس على قد التصوير وبس، خلص يعني لا سويت إديت ولا دزيت الأحد، بس أصور وأرجع بجيبي وأستمتع بالمنظر. الجو خرافي، الهواء يرد الروح، الناس داير مداركم كلهم تشوفوهم مرتاحين نفسيا. وحقيقة مو مال الواحد بهيجي أجواء يظل مقابل تليفونه، لا يعني نذب كل شيء، حتى لو ما نسولف حتى لو ما نحكي نظل نتأمل بالطبيعة الحلوة داير مدايرنا. وصلنا ساعة 2 إلى أستونيا أو تالين تحديدا. تالين هي عاصمة أستونيا. نزلنا من الباخرة الحمد لله، كنا ثاني سيارة فما طولنا وانطلقنا. بعد احنا هسه بتالين بس ما نزلنا نهائيا هناك لانه شبعاني من عندها وشايفيها سابقا. وحقيقة يعني هو أنا بالنسبة لي ماكو فشي بأستونيا يبهرني، بس حقيقة بعد ما انطلقنا من تالين وعبرنا الريف الأستوني شفت مناظر تجنن. الريف الأستوني يا جماعة صدق يرد الروح، وهذا الشيء المشترك اللي شفته بين أستونيا والدول اللي مرينا بها بعدها. بس أكيد هذا ما يمنع أنه نستمتع بالطريق بكل المناظر. وطبعا شفنا حتى المدينة القديمة. وصلنا إلى لاتفيا. هنا شفنا في سوبر ماركت كلش كبير، هو مكتوب عليه سوبر ألكو، وعرفت أنه هم طبعا يبيعون الكحول مبين واضح، بس كنت أتخيل أنه هو سوبر ماركت وأيضا يبيعون كحول، بس من دخلت اتضح أنه هم يبيعون 90% من المنتجات اللي عندهم هي كحول وشوية منتجات أخرى. والناس هناك دا تشتري بالهبل. طبعا درنا وجهنا وطلعنا. ما شفت فد شيء يعني حتى من الشغلات اللي حاطيها تسوى. واستمرينا منطلقين، وتابعوني بالفيديوهات الجاية عاود أشوفكم وين وصلنا، لأنه الحماسة بالنهاية بالوجهة اللي وصلنا لها.